وفي الوقت ده كان بيمر ذكرى عيد ميلادها ال15 واحتفلوا بيه، وقال لها بصراحة أنا ما عنديش فلوس علشان أجيب لك هدية، لكن هغني لك أغنية لأكتر مطرب أنا بحبه، فريد الأطرش. وغنى لها أغنية يا ريتني طير وانا طير حواليك، يا ريتني طير وانا طير حواليك. وكان معروف عنه أنه صوته حلو، وتحول فورا الإعجاب ده إلى حب حقيقي، وبقى مطلوب منهم مواجهة كل العقبات والتحديات العائلية والاجتماعية. ايه يا انور، مالك؟ جيهان، انا اكبر منك ب 14 سنه. اللي شلنا من سنك الوقت الضايع في السجون والمعتقلات مش هتبقى اكبر مني بكتير. والدتها في البداية رفضت رفض قاطع، لكن باباها كان عارف إنها قد إيه هي بتحبه ومتمسكة بيه، فوقف جنبها وأقنع والدتها وجميع المحيطين بيهم اللي كانوا كمان رافضين ده، ووافق على الجواز اللي تم في 29 مايو 49.